المشاهدين، جيتكم بواحد الوصفه اليوم ديال السردين مقلي. عندنا هنا 2 كيلو ونص ديال السردين، عندنا العطريه كشاره ديال الخرقوم، كشاره ديال القزبر مطحون، ونص كشاره ديال الزعتر، وكشاره ديال الثومه، وكشاره ديال سكنجبير، نص كشاره ديال الملح على حساب الذوق. عندي العطريه ديال البصله مجفه، عندي كشاره كبيره ديال الكمونه، عندي التحميره كشاره صغيره، عندي الابزار كشاره صغيره، وعندي داك اليازيق العطريه هنا تينا كامله. ندير عليها شويه ديال الماء باش تخلط لينا. عندنا القزبر المعدنوس نخلط، نديرو 2 كشارات 3 كشارات كبار تقريبا. هذا غنخلي لواحد لاصوص ديال المطيشه غنديرو معاه. حامض عندنا 2 حامضات، غندير حامضه نخلي واحد شويه لهذاك لاصوص. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم ان شاء الله يا ربي. سمحوا لي راه بطيت عليكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. نزيد شويه ديال الماء ماشي تخلط العطريه مزيان. نديرو معاه نص كاس تاع الماء. السردين تبارك الله المغاربه يعرفوا يديروا السردين، يديروا لها بحال هكا باش تجي شرميله شاربه منها. انا بعد ما رجعنا معاكم بعد ما شربنا السردين درنا هاد الشرميله، غنديرو هاد لاصوص ديال المطيشه مع واحد البصيله صغيره، وغنقلي هاد البطاطا. هادو شي 4 البطاطات كبار. هادي القمح داك اللي بنخالتو هو اللي غنمرمد فيه السردين ان شاء الله. وهذه العطريه اللي بغيت ندير في هاد لاصوص، راه التحميره شويه ديال البزار، الكمونه، سكنجبير، راه كشاره صغيره، شويه ديال الثومه، وشويه ديال التحميره الحاره. وهذا الشيء اللي بقى ليا من الحامض والربيع. وهنا معكم ان شاء الله. دابا ملي الزيت سخن غنديروا البطاطا ان شاء الله. نديروا شي حاجه على الثاني حتى خلاص كنحيدوها، نديرو داك البقا من البطاطا، ومن وراها نديرو السردين ان شاء الله. هذاك القمح من الخلط غربلتوها شويه يجي يحرش في السردين، يجي احسن من هناك. لا عجبتكم هاد الطريقه غتجي زوينه. دابا نكملو معكم هاد المطيشه. راه قطعتها قطع صغير باش ندير داك لاصوص، ونقطع حتى هي صغيره مع العطريه.
دابا غنديرو التلفه ديال لاصوص ديال المطيشه. نديرو هاد البصيله مع شويه ديال البيض، نديرو هاد العطريه راه فيها الملح، الثومه، الكمونه، الخرقوم، وهذا السكنجبير، وهذيك القزبر مطحون، والفلفل الحار. نديرو هذا شويه ديال الطحين بالبنيه، غنديرو مطيشه، لاصوص هذاك ديال المطيشه راه غنديرو الزيت ديال الحوت وغنطيبو به باش يزيد البنه، واحد البنه زوينه في لاصوص. نديرو 4 الكسرات، ولكن القليل الاولى ديال الحوت، ماشي تخليو الزيت حتى يتحرق، هو اللي الزيت باقي في. دابا ان شاء الله غنخليوهم نقصوا عليه، غنبينوها لكم في النهايه ديالها ان شاء الله. جينا نقادو الحوت في الطبسيل ديال الدين ان شاء الله. نتمنى هاد الغدا يعجبكم، يكون خفيف ان شاء الله يا ربي. الغديوه ديالنا، نتمنىوها تعجبكم. اشتركوا معنا في القناه، الله يسعدكم يسهل عليكم، ورانا مع الفيديوهات الجايه ان شاء الله يا رب. شجعونا شويه.